ممكن اطلع بمنتج جديد خالص ما مشيش اي حاجه، وارد. بس حضرتك في الحاله دي انت كل ما تبعد عن المنتج الاصلي كتكنولوجي او كسوق، وانت عمال بتصعب على نفسك المهمه كبزنس ديفلوبر. بس قد يكون ده مطلوب. ليه ده مطلوب؟ يعني شركه بيبسي على سبيل المثال مش الحصر، لقت لما عملت دراسه، لقت ان الاجيال الجديده اللي طالعه مدركه ان المشروبات الغازيه دي ما هيش احسن حاجه للصحه. سكر كتير قوي، صودا كتير قوي، الباكجينج بتاعها ضار من البيئه. والاجيال الجديده اللي طالعه عندها وعي زياده للحته دي، وبالتالي هتلاقي كتير جدا من الشباب الصغير ما بيقولك لا انا ما بشربش مياه غازيه، انا ما بشربش صودا بوبس، بيسموها صودا بوبس، اللي هي دي ميه وسكر وصودا، انا ما بشربش الكلام. خلاص. طب يبقى الشركه شافت ان هي بعد 25 سنه مش هتقدر تنمي مبيعاتها اكتر من كده، فعملت اتجاهين. الاتجاه الاولاني توجهت للدول الاقل تعليما والاقل وعيا بشكل صحي، الوعي الصحي فيها مش عالي، فالناس دي هتشرب الميه بسكر دي وتتبسط بيها، ما عندهاش مشكله. ومن الناحيه التانيه الشركات دي قالت لك حتى برغم ان احنا بنعمل كده، بس انا ما اقدرش اسيب سوق امريكا ده اطلع منه. فابتدوا يفكروا في ان هم يتوسعوا في مجالات تانية، فتوسعوا في مجالات الفاست فود، فابتدوا يشتروا تشينز كبيره بتاعت فاست فود معروفه جدا جدا، وابتدوا ان هم تبقى الحاجات دي بتاعتهم. فيبقى الشركه الايراد بتاعها بيجي من المنتج الاصلي اللي هو البيبسي والعيله بتاعته كلها، وبيجي من المنتج الجديد اللي هو مطاعم الوجبات الجاهزه، وده في مجالات تانية كمان. طيب هل بسبب كلام حضرتك ده هل كده شركة كوكاكولا اشترت كوستا؟ بالظبط كده. ما هي عشان كده زي ما بقول لك هم بيتوسعوا في أنشطة جديدة، لأن النشاط القديم مش مكمل، يعني أو مش مكمل بنفس معدل النمو اللي يقدر يرضي أصحاب رأس المال. وعشان كده التوجه حاليا حتى شركات الطاقة والاويل اند جاز للطاقة المتجددة والسستينابيلتي. بالظبط. وعشان كده شركات الأدوية كلها النهاردة بتعمل قسم بتسميه كونسومر برودكتس. بتبتدي شركات الدواء تخش في مجالات المطور اللي هو بنسميه كوزموسيوتيكالز، اللي هي مستحضرات التجميل الدوائية، ويخشوا بعد كده في مستحضرات التجميل وحاجات السكين كير وحاجات الهير كير، ويخشوا في المجالات بتاعة الكونسومر اللي هي ما عليهاش ريستريكشن في الدعاية والإعلان، الدواء عليه ريستريكشن في الدعاية والإعلان. فبيخشوا في المجالات دي ويقدروا ان هم يزودوا النمو بتاعهم بربحية جيدة، بطريقة الدواء ممكن ما يتيحلهمش. انا عندي سؤال هنا، ان لما يبقى في شركة هي اللي اخذت الانيشيتيف او المبادرة ان هي تنزل ببرودكت جديد. تعالى ناخد على سبيل المثال اللي ده كنت انا مركز عليه على المستوى الشخصي في شغلي. كان شركة يونيليفر اللي بتقدم شاي ليبتون كانت قدمت في مصر ايس تي. ليه نزل لفترة معينة بعد كده سحبته من السوق وما كملتش فيه بدون أي سبب من الأسباب؟ لا، ما فيش حاجة بدون سبب، كل حاجة ليها سبب. حضرتك الايس تي لما نزل اتعمل عليه ريسيرش الاول، يونيليفر ما بيهزرش. مظبوط. فيونيليفر عملوا ريسيرش جيد، وحسوا ان عندنا فرصة ان الايس تي ينزل. الريسيرش عمره ما يقدر يديلك نسبة ضمان 100%، لكن بيديلك مؤشرات. المؤشرات بتاعت الريسيرش كان شكلها لطيف، وبما ان المنتج اوريدي موجود عند يونيليفر، يعني مش هيخترعوه، مفيش ريسيرش اند ديفلوبمنت، مفيش كوست فظيع للمنتج، فالريسك بتاع ان انا انزل بيه ما كانش كبير. نراجع الكلام اللي قلناه قبل كده، ده منتج مطور، فالمنتج اوريدي تم معمول الابحاث بتاعته وعملناه ونجحنا بيه في اسواق تانية، فاحنا عارفين بالظبط احنا نازلين بايه. نمرة 2، المنتج ده نازل على نفس قنوات التوزيع وعلى نفس فريق البيع اللي عندي، فانا مش هتعب قوي ان انا انزله واحطه في الاماكن اللي انا عاوزها. تمام. مكنة الدعاية والتسويق بتاعتي متزيتة كويس قوي كشركة، وبالتالي اقدر ان انا انزل اعمل عليه
ماركتينج واعلان بشكل جيد بسهوله. فكانت المخاطره مش كبيره قوي كده. الابحاث ما قالتش انه هيكسر الدنيا، لكن الابحاث قالت انه عنده فرصه. فحبت يونيليفر تبقى الشركه الاولى في السوق ان تنزل بده، ونزلوا بده وعملوا حمله الدعايه بتاعتهم، لكن السوق ما استقبلش الموضوع بشكل جيد. انا في تصوري ما عنديش ديتا تو باك اب الكلام ده، لكن يعني الخبره برضو ليها ساعات تمام، انه يونيليفر ما اهتمتش بحاجه معينه في المنتج ده. المنتج ده اسمه ايه انت قلت لي؟ ايس تي. ايس الاول. الايس مش في الثقافه بتاعتنا قوي. يعني احنا لما بنشرب حاجه ساقعه ما بنشربوش بتلج، ده مش اساسي. لو في تلج ماشي فانتازيه، ما بنبصوش على انه حاجه اساسيه. الايس تي لازم يتشرب على تلج. الايس تي ما ينفعش ان انت تفتح ايس تي كده وتشربه، لا، انت لازم تحطه في كوبايه مليانه تلج. هو المنتج كده ويستهلك كده. وعلى فكره كوك وبيبسي كده، الكوك متصممه انها تتشرب على تلج. طيب هنا عايز اوصل لحاجه مهمه، هل كده العيب في المشكله دي ان يونيليفر وقعت في الجزء بتاع الكونسيومر بيهيفير؟ يعني هم اهتموا بالماركت ريسيرش. انا اعتقد هي اهتمت بالمنتج نفسه اللي هو الشاي، والتستنج لما اتعمل على شاي محطوط على تلج، لان هم عارفين المنتج، فالناس عجبها كده. لكن لما ينزل المنتج بقى شاي، الناس بقت تشتريه كانه على الكشك وتشربه على طول، ما يطلعش طعمه حلو، هو عاوز يتحط على تلج. فانت ما علمتش الناس، ما وعيتش الناس، you did not create enough awareness ان المنتج ده بيتشرب على تلج. تاخد بالك دلوقتي كل الاعلانات بتاعت كوك وبيبسي لازم يجيب لك ده تتصب على تلج، لان هو بيحاول يثقف المستهلك المصري ان الكوك بتتشرب على تلج، سواء كانت كوك او بيبسي تشرب على تلج، ما بتتشربش من الازازه كده. طيب هنا في جزء ممكن مهم قوي محتاج اعرف اجابته يا دكتور، واكيد طبعا مش انا الوحيد اللي عايز اعرف اجابته. هنا ليه ما فيش ولا شركه تانية من بعد يونيليفر حاولت اللي هي تشوف يونيليفر ما نجحتش في ايه لما عملت لانشنج او جو تو ماركت استراتيجي للايس تي، وان هي تحاول ان هي تاخد التجربه؟ ولا علشان هو الشركات بيبقوا شايفين ان يونيليفر از ماركت ليدر فهم مش عايزين يخشوا يقول لك ان كانت يونيليفر ما عرفتش تحقق النجاح؟ انا يونيليفر ده ماركت ليدر في العالم في البرودكت ده. بس عن معنى كده اللي هو صح، ولو هو فشل في حاجه انا المفروض ما ينفعش اخد خطوه؟ هو حضرتك لا، بس هي الفكره انت لا تشك فيه. يعني الشركات اخاف جدا اني اخش على ملعب يونيليفر في الحته اللي هو نمره واحد في العالم فيها، ونزل فيها في مصر وما نجحش، ان انا اقول لا اصل هو ما خدش باله زي ما انا قلت كده وننزل. لا، صعب قوي ان انت تعمل كده. لا، انا هستناه لما هو يعملها صح وانا اخش السوق بعد كده. يعني اصل فتحة السوق دي غالية جدا جدا، مش اي حد يقدر عليها. وبالتالي لما شركة زي دي تعمل، بس انت سحبتني في الماركتينج، نرجع للبيزنس ديفلوبمنت. يلا بينا. في البيزنس ديفلوبمنت الفكرة كلها انت نازل بمنتج جديد على السوق القديم بتاعك، ده نفس السوق بتاعك، ونازل له، بس المنتج الجديد ده في حاجتين جداد. حاجة اللي هو المنتج نفسه جديد، وحاجة ان طريقة استخدامه جديدة. اهتميت بانك تعلمني المنتج الجديد، ونسيت تعلمني طريقة الاستخدام الصح بتاعته، وبالتالي المنتج ما وصليش في كامل قوته او في كامل بهائه. فانا ما قدرتش ان انا استوعبه او احبه بالطريقة اللي هو نزل بيها دي. خلاص، فبالتالي هترجع يونيليفر بعد كذا سنة تعيد الكرة مرة تانية، بس تعيدها صح. ناخد اكزامبل تاني، نسكافيه 3 في 1 نزل ما نجحش زي ما كان متصور. دلوقتي نسكافيه بتلونش تاني، بس خليته كام؟ 2 في 1. ليه؟ عشان كل واحد فينا سكره مختلف. كويس؟ ودلوقتي الكامبين الجديدة لقطت الريسيرش بقى، ادى الإشارة ان المشكلة في 3 في 1 هو منتج عشان يديلك convenience، يديلك أريحية، يعني يريحك شوية، انك تقعد تجيب بقى نسكافيه وتجيب لبن تحط وتعمل.
هو ظبط لك النسكافيه واللبن، بس فاضل ايه؟ السكر. قال لك لا، السكر بره. احنا مصريين بنحب كل واحد عنده دماغ في السكر، صح كده؟ فبالتالي هنا الشركات الكبيره مهما كانت كبيره ومهما كانت الاولى في العالم، كل سوق له حاجه اسمها كونسيومر لوجيك، ودلوقتي بقينا بنقول عليها كونسيومر ويزدم. له ثقافه استهلاكيه، طريقه معينه. خلاص، المصريين الاجيال المختلفه استعمالها للسكر مختلف تماما. الجيل بتاعنا يحب السكر جدا، الجيل بتاع حضرتك سكره في العموم اقل. في العموم يعني ايه؟ لو جبت 100 واحد كده و100 واحد كده، فرق السن هتلاقي 100 كبار 80% او 70 واحد منهم بيستعملوا سكر كتير. الصغيرين هتلاقي 50% منهم ما بيستعملوش سكر اصلا في الحاجات اللي بالشرب. فالاختلافات دي لازم الشركات تدركها، وده اللي ابحاث التسويق بتوصلك ليها. اهميه بقى ابحاث التسويق في الماركتينج ليها اهميه كبيره جدا قصوى. احنا ما ناخدش اي قرار غير بناء على الابحاث. في البيزنس ديفلوبمنت احنا بنكرر البحث مره واثنين وثلاثه، مش مره واحده، لان في الماركتينج الغلطه مش بفوره. معلش عايز اعرف في البيزنس ديفلوبمنت بنكرره مره واثنين وثلاثه، ده بمعنى ايه؟ اللي انا بعيد على الماركتنج ده بقول لك. بس انا في الماركتينج لو ريسيرش ما جاش معايا 100%، عندي فرصه اعدل، لان الاستثمار اللي لسه بتعمله عشان تنزل نسكافيه 2 في 1 بدل 3 في 1 ما هوش اعظم حاجه في التاني. يعني في فلوس بس مش فظيعه. انما الاستثمار اللي تعمله شركه عشان تنزل منتج جديد تماما، بخط انتاج جديد، بماركتنج جديد، بكل ده، وبعدين ما ينفعش، دي ابموست. فالقرار بتاع البيزنس ديفلوبمنت في معظم الاحيان بيكون التكلفه الاستثماريه بتاعته اعلى بكتير من قرار التسويق اللي هو بيعدل في منتج او بيجرب في سوق او كده يعني. انما ده بيتكلم على منتج جديد تماما، واحيانا بيتكلم على نفس المنتج بس في سوق جديد تماما. ودي الكيس بتاعه الايس تي بتاع يونيليفر. الايس تي في امريكا حاجه كبيره جدا، في اوروبا حاجه كبيره جدا. عندنا هنا لا، احنا اتعلمنا الشاي سخن، ما تجيش بقى تقول لي هشربه ساقع، والمصيبه ده انت مش ساقع، ده انت لازم تشربه على تلج. فالموضوع في مستويات من الصعوبه انت محتاج تتخطاها، برغم ان المنتج موجود ومعروف بس في سوق تاني. فكونك تنزل سوق جديده، او كونك تنزل بمنتج جديد، او كونك تاخد المغامره الكبرى في البيزنس ديفلوبمنت انك تنزل بمنتج جديد في سوق جديد، قرار مش سهل. والاستثمارات بتاعت ابحاث التسويق بتاعته مش قليله، لكن الاستثمارات بتاعت انك تنزل بقى بالفعل تجرب قاتله. طيب ليه معظم الشركات في مصر لما بتيجي بتلاقي ان هي بتحقق نسب مبيعات كويسه، وان في طلب على البرودكت او السيرفيس اللي هم بيقدموها، بيجي اول حاجه في اعتقادهم او في تفكيرهم اللي انا دلوقتي عايز اكسباند وعايز اتوسع، فبيروح على دول الخليج؟ اشمعنى؟ وهل ده قرار بيكون صح؟ لا، مش دايما يكون صح. هو اللي يوديه دول الخليج انه بيبص على القوة الشرائية، بس هو ما بيحسبش حساب فرق الثقافة الاستهلاكية، ما بيحسبش حساب انه اوريدي هناك عندهم منتجات تانية متعودين عليها، ما بيحسبش حساب ان في منافسين كتير اكتر هناك. يعني انت النهاردة اديك مثل بسيط قوي. لو انت بصيت على عدد الانواع المنتج ما معجون السنان اللي موجودة عندك هنا في مصر، هتلاقيهم 10 12 نوع مختلفين. لو رحت في الخليج هتلاقي 25 30 نوع. فانت نازل في سوق المنافسين فيه اكتر، والفراغات اللي بينهم، الحتت اللي هم مش مغطينها، اقل بكتير بحكم عددها. في قوة شرائية عند الشخص، بس عدد الاشخاص اقل كتير. فبالتالي انت لازم تحسب حسبتك صح. طيب حلو جدا. طيب يا دكتور، لو دلوقتي بزنس ديفلوبمنت هو اللي كان بيكون مسؤول عن اللي احنا نخش الماركت ده
او ان احنا نعمل لانشنج للنيو برودكت او نيو سيرفيس ده في ماركت معين، والشركه او الديسيجن ميكر اداله الابروفل ووافق على القرار البيزنس ديفلوبمنت، هل دلوقتي لما الشركه ما توفقتش في الخطوه دي يلام على البيزنس ديفلوبر؟ بنسبة كبيرة، بنسبة كبيرة. ولكن البيزنس ديفلوبر ما بيشتغلش لوحده. البيزنس ديفلوبر ده مش هيفهم اوبريشن وبرودكشن وماركتينج وسيلز وكاستمرز، ما يفهمش كل ده. فاهم القصة دي، فاهم الدور بتاع كل واحد، لكن ما يعرفش يعمله بنفسه. فاللي بيحصل ان انا لما باجي اشتغل بيزنس ديفلوبمنت ومطلوب مني اني انزل بالمنتج بتاعي ده في السوق الليبي مثلا او في السوق المغربي، فانا محتاج حد معايا بتاع ماركتينج يدرس الماركت بتاع المغرب، محتاج حد معايا بتاع اوبريشن يقول لي المواصفات بتاع المنتج في المغرب اللي مطلوبه، ينفع اصنعها على المكن بتاعي ولا لازم اجيب مكن جديد، والمكن ده ثمنه كام. محتاج واحد بتاع HR يقول لي احسن لي اعملها هنا في مصر بالعماله المصريه اللي عندي، ولا احسن لي اروح افتح مصنع في المغرب بالعماله المغربيه. محتاج واحد بتاع فاينانس يحسب لي البيزنس كيس دي والبيزنس كيس دي. فانا ما بشتغلش لوحدي كبيزنس ديفلوبمنت، انا بشتغل مع تيم متكامل. بتوع البيزنس ديفلوبمنت ده يعني كل ما بيكبر كل ما بيكتسب خبرات في كل المجالات دي تخليه يقدر يبقى زي المايسترو. المايسترو ما بيلعبش كل الآلات. المايسترو ما ينفعش يبقى بيانيست قوي وفايلينيست قوي ويلعب تشيلو ودرامبو ويلعب الآلات النحاسية ويلعب البركشن، ما يقدرش يعمل ده كله. لكن هو بيقود الأوركسترا اللي فيها كل الناس دول. فالبيزنس ديفلوبمنت بيبقى في الشركات الكبيرة في المشاريع الكبيرة زي البيزنس ده زي المايسترو اللي بيقود أوركسترا كاملة من كل الناس اللي في الشركة عشان يقدر يدرس وياخد القرار السليم. في الآخر لما القرار يطلع فيه مش بالقوة اللي كنا متخيلينها، طبعا المايسترو يلام، لكن كل الناس اللي اشتغلت معاه تتحمل كل في مجاله الجزء بتاع المسؤولية بتاعته. أنا فشلت ليه؟ عشان التمويل ما كانش كفاية؟ يبقى دي غلطة مين؟ أنا فشلت علشان السوق ما تجاوبش معايا زي ما أنا كنت متخيل؟ يبقى دي غلطة مين؟ أنا فشلت علشان اللوجيستكس والسبلاي تشين اللي هتخدم السوق الجديد ده أهو ما كانش بالقوة اللي أنا متخيلها، أو كان فيها مشاكل أنا ما شفتهاش في البلاننج فيز. يبقى دي مسؤولية مين؟ فبالتالي البيزنس ديفلوبمنت هو قائد أوركسترا كاملة، لكن أي نشاز بيطلع هو أول واحد بيلقطه بسرعة، والمفروض إن هو أول واحد يساعد الناس إنها تصلحه عشان نسمع سيمفونية جميلة متناسقة تطربنا يعني. لو حاول البيزنس ديفلوبمنت اللي هو يصلح النشاز اللي هو سمعه بس لقى ريزيستنس، وشايف ان الناس او الديبارتمنت اللي هم بيعملوه ده هم ماشيين صح وان ده شغلهم، ولا هو ما ينفعش يجي يقول لهم كده وان رايه يوضع في الاعتبار بس احنا هنستمر زي ما احنا بنعمل؟ ان بيزنس ديفلوبمنت بالذات بيريبورت للبورد او بيريبورت لاعلى راس في الشركه. ولو المبدا بتاع ان انا اخش السوق ده او المبدا بتاع ان انا اخش في نوع المنتجات دي ما كانش متوافق عليه من الاول، لان الدراسه المبدئيه اللي انت بتعمل اول حاجه اسمها opportunity study، وبعدين بتطورها تعمل حاجه اسمها pre-feasibility study، وبعدين بتعمل feasibility study، وبعدين بتعمل test marketing. يعني القصه ما بتجيش في لقطه واحده كده يلا بينا نخش السوق، مش اسمها كده، مش اسمها كده. انت بتعمل دراسه فرصه الاول، وبعدين بتعمل دراسه ما قبل الجدوى، لان دراسه الجدوى نفسها ممكن تتكلف لها ارقام فيها 4 اصفار و5 اصفار في الاخر. فانت مش هتعمل تصرف الفلوس دي كده على طول، لا انت بتعمل حاجه الاول opportunity study لطيفه كده، دراسه فرصه، وبعدين بتعمل دراسه ما قبل الجدوى، وبعدين بتعمل دراسه جدوى، وبعدين بتعمل اختبار عملي للسوق. على سبيل المثال شركه يا رب معلش اسم تأميني الألماني اللي هي من أكبر الشركات في العالم في مجال السولتي ستاكس، لما جت تنزل مصر بقى لها على فكرة يمكن 4 سنين بتكس نبض السوق. بتعمل إيه؟ بتكس نبض السوق. بتعمل إيه؟
بتقيس نبض السوق، بتعمل